من صغري يعني. من صغري وانا كان نفسي امنيه حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. انا من صغري زملكاوي. اهلا بيك ويا رب تكون بخير. مش سالك بجنيه، شويه اهلاوي وشويه زملكاوي، غفل مرتضى منصور وعايشها بالدراع، واللي بيجي جنب مراته بيلوشه. لعيب بمستوى شبيه مبابي، بيضحك على جمهور الاهلي وبيضحك على جمهور الزمالك وبيوقعهم في بعض، عاوز دول يشتموه علشان دول يدافعوا عنه. ده غير انه مش بيحترم الجمهور ولا بيقدر النادي اللي بيلعب باسمه ولا زمايله ولا حتى المدرب. ولو انت اهلاوي متعصب هتقولي طب ما الراجل اعتذر، يعمل ايه اكتر من كده؟ رغم محاولات كتير من كبار النادي الاهلي تلميعه قدام الجمهور بعد غرامة ال1,000,000 جنيه، الا ان امام عاشور نفسه مش بيساعد نفسه، لانه اتعود على جو معين واسلوب وتفكير معين في مدرسة عكس مدرسة النادي الاهلي. وكان واضح جدا ان قصة انتقال امام للاهلي متفق عليها ومتجهزة علشان يقفلوا حكاية كوبري ميتلاند. بس هرجع وهقولك ما بني على باطل فهو باطل. عندي جزالة حمراء الأهلي ماله؟ إمام عاشور للأسف بيضحك على جمهور الأهلي وعلى جمهور الزمالك وبيصبر الجماهير بالاعتذار. بيطلع يستفز جمهور الزمالك ويقولك الأهلي غير وإن هنا أحسن من أي حتة، ويطلع يغني ويغلط في الزمالك علشان يكسب رضا جمهور الأهلي عليه. طب انت عارف أصلا إن إمام عاشور اللي الكل بيقولك انه كان مكسر الدنيا مع الزمالك، يعني لما جه النادي قعد دكه وما شمش اللعب، غير لما فرجاني ساسي مشي وفي الاول حب يلعب على نغمه الجمهور لان لقى ان المستوى لوحده مش كفايه، هو عاوز يبقى محط الانظار، عاوز يبقى هو الترند. راح وشتم النادي الاهلي وغنى بقى، وانتوا فاكرين قال ايه؟ ده غير لما ضرب الكابتن وليد سليمان. إمام بيدور على الطريق السهل والقصير من النجومية، وهو اللقطة، أعمل فرقعة علشان الجمهور يفضل عاوزني. هيجي طبعا أهلاوي يقول لي لا بس إمام مع الأهلي بطولات وهو أحسن لاعب في أفريقيا. هقول لك صديقي الأهلاوي خد بالك كويس، الأهلي كيان عمره ما وقف على لاعب. أي لاعب مهما كان حجمه الأهلي هو اللي بيضيف له. أي لاعب قاعد دكة وما شمش ريحة الملعب ولا لعب حتى ثواني بتتحسب له بطولة عادي جدا. الأهلي بيعرف ياخد بطولات بأي حد، وهو كده كده بياخد بطولات. وإمام لما نبص عليه في الماتشات الكبيرة ونشوف عمل إيه هنلاقيه بيختفي، حتى لما زمايله بيحاولوا يساعدوه دايما هو بيضيع ده. يعني تيجي ضربة جزاء يضيعها عادي بكل استهتار. دايما يا صديقي الأهلاوي مصلحة النادي الأهلي فوق أي حد. في واقعة شهيرة كده للراحل صالح سليم لما كان هو رئيس النادي الأهلي في سنة 85. الكابتن محمود الجوهري قدم استقالته وكان هو المدير الفني للفريق، بس المشكلة إن هو أعلن استقالته في وسائل الإعلام قبل ما يبلغ الإدارة، ودي حاجة كانت ولا تزال عكس مدرسة الأهلي وقيمه. في الوقت ده كان فاضل 10 أيام على ماتش الأهلي والزمالك في كاس مصر نسخة 1985. بعد استقالة الجوهري في 16 لاعب من الأهلي تضامنوا مع الجوهري وعملوا حركة تمرد، وراحوا عملوا معسكر مع نفسهم في فندق من فنادق مصر الجديدة. وكان من اللعيبة دي مختار، ماهر همام، محمد عامر، حسام البدري، زكريا ناصف، كلهم أسماء كبيرة ونجوم كبار كانوا واخدين آخر 3 نسخ من كاس مصر ورا بعض. بس كابتن صالح سليم يعمل إيه بقى؟ خد نفس عميق وقال جملته الشهيرة: الأهلي فوق الجميع وانتوا بتتمردوا على النادي، طب النادي مش هيقف عليكم. وقام مطلع ناشئين النادي علشان يلاعب الزمالك. القرار ده اتوصف بالانتحار. انت هتروح تلاعب الزمالك بالناشئين؟ صالح سليم اتمسك بقراره وفعلا ما لعبش اي حد من الفريق الاساسي ولعب بالناشئين. وكان مين بقى؟ احمد شوبير وعلاء عبد الصادق واحمد جمال وضياء عبد الصمد، وكان بينهم العميد حسام حسن وغيرهم، واللي كلهم بقوا نجوم كبار بعد كده. ولعب فريق الناشئين قدام الزمالك اللي كان فريق الاحلام وقتها ويعتبر الجيل الذهبي للنادي: محمد صلاح، هشام يكن، فاروق جعفر، اشرف قاسم، ايمن يونس، طارق يحيى، والغاني ايمانويل كوارشي. انت متخيل بقى تروح تلاعب الجيل الذهبي للزمالك واللي فيه كل النجوم دي بالناشئين؟ اكيد النتيجه محسومه للزمالك. الحقيقه هو كان ماتش صعب جدا، بس الماتش خلص 3-2 للنادي الاهلي. شويه ناشئين كسبوا الزمالك كامل العدد وكامل نجومه، وده يقول لك الاهلي باي حد بياخد بطوله.
ومش هيقف على لاعب، وإن مفيش حد أعلى من الأهلي. في يوم 18 يوليو سنة 2023 النادي الأهلي قدم لاعبه الجديد إمام عاشور علشان تبقى واحدة من أسوأ صفقات النادي الأهلي. الصفقة دي الكل كان معترض عليها، أهلاوي وزملكاوي. صفقة إمام عاشور مع الأهلي تحسها صفقة كده ليها أسباب كتير غير الأسباب الفنية. عشان نفهم أصل الحكاية هنجيب إمام عاشور من الأول. إمام عاشور ابن السنبلاوين، بدأ حياته الكروية كلاعب ناشئ في نادي غزل المحلة، وعشان هو واد جامد من يومه فالنادي طلعه يلعب في فريق الفيرست، وبعدها طلعه إعارة لنادي حرس الحدود. عمل إيه بقى إمام مع حرس الحدود؟ تعال نشوف الأرقام وهسيب الحكم ليك في الآخر. إمام لعب 32 ماتش، سجل 4 تجوان وأسست 1 يتيم وخد إنذارين كمان. وبعد المشوار اللي إمام عمله مع حرس الحدود وغزل المحلة، الكشافة بتوع نادي الزمالك شافوا فيه مشروع شبيه مبابي. وفي يوم 4 أغسطس سنة 2019 قرر نادي الزمالك يمضي مع إمام عاشور 5 مواسم، ومن وقتها بدأت المتعة الكروية تظهر والتأثير والموهبة تبان عليه. وتحديدا في يوم 20 فبراير سنة 2020 قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم تغريمه 100,000 جنيه بعد الأحداث اللي حصلت في ماتش السوبر في الإمارات. طب إمام عمل إيه مع الزمالك علشان يبقى الفتى الذهبي؟ إمام لعب مع الزمالك 102 ماتش وسجل فيهم اللهم لا حسد 15 جون. أيوة 15، الرقم صح. وعمل 11 أسيست وخد 18 إنذار واتطرد مرة واحدة. هتقولي طب أرقام الدوري المصري كده وفي لعيبة كتير أرقامها أقل منه وكمان نجوم أكتر منه. هقولك أنا سبتلك الحكم في الأول وفي الآخر، بس في مقاييس تانية بنقيم بيها اللاعب غير أرقامه، زي شخصيته في الملعب وشخصيته في أوضة اللبس مع زمايله وحياته كمان الشخصية. طب تعال نشوف أرقام إمام لما احترف في أوروبا وفي نادي ما بنسمعش عنه كتير، نادي ميتلاند الدنماركي. وزي ناس كتير ما كانتش تعرف إن الدنمارك عندها دوري أصلا، فإمام لعب مع نادي ميتلاند 8 ماتشات، جاب فيهم 2 جونين وطبعا مفيش ولا أسيست، بس خد إنذار. الأرقام دي يا صديقي في 6 شهور. وخليني بس أعمل لك فلاش باك سريع كده وأفكرك إن إمام قبل ما يروح ميتلاند كان متفق مع المستشار مرتضى منصور اللي كان هو رئيس النادي وقتها إن هو هيروح الدنمارك عشان يحقق حلمه ويحترف في أوروبا وهيفضل في النادي فترة كبيرة، وإنه عاوز يطلع على الدوري الإنجليزي. وقال ساعتها أنا من صغري زملكاوي وشوية خيال كده. وخلينا أفكرك ده كلام إمام مش بينه وبين مرتضى منصور، لا ده كان على الهوا. وبعدين بقى كلنا عارفين الكوبري اللي حصل وقصة عودة إمام عاشور للنادي الأهلي. من صغري وانا كان نفسي امنيه حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. بس لحد هنا وقبل ما اقول لك امام عاشور عمل ايه مع الاهلي وايه ارقامه اللي حققها مع الاهلي، هتقول لي امام لعيب مؤثر مع الفريق. هقول لك ممكن، بس الفكره ان النادي الاهلي مش زي اي نادي هتلعب فيه في مصر. الاهلي معروف من يومه بالقيم والاخلاق، وان النادي دايما فوق الجميع ومفيش حد فوق النادي واداره النادي. بس مش عارف ليه امام بقى استثناء عن مقوله ان النادي الاهلي فوق الجميع، وبقى إمام عاشور فوق الأهلي اللي فوق الجميع. إمام لما جه الأهلي كان بيتشرط ودايما عايز يلعب أساسي على حساب زمايله حتى لو مستواه وحش. أنا إمام عاشور وما أقعدش دكة لحد. عندك واحد زي قفشة والسولية، اقعدوا دكة حاضر، انزلوا في الدقيقة 80 حاضر، انزلوا اتمرنوا أكتر حاضر، روح تعالى اطلع انزل امشي العب ما تلعبش، ما بنسمعش غير كلمة حاضر. وده لأن المدرب بيكون عنده رؤية وإن لعبه في الوقت ده مش هيبقى مناسب للفريق، فبيسمع كلام المدرب وبيشتغل على نفسه أكتر وأكتر، ولو عنده حتة ناقصة بيعدلها. طب ليه إمام مش عاوز يقعد دكة وبيعمل مشاكل؟ كهربا أكتر حد قريب لإمام عاشور في النادي الأهلي، وتحس كده إن إمام واخده هو القدوة والمثل الأعلى ليه. يعني إمام كان بيشوف كهربا بيعمل إيه ويعمل زيه. يعني كهربا لما يلاقي نفسه بعيد عن الأضواء ما بيعملش غير ني 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 ويقول لك بقى شوية تصريحات من اللي بتعجب جمهور السوشيال ميديا الأهلاوي، ويطلع يلقح بقى على الزمالك ولعيبة الزمالك. واكتشفنا بقى ظاهرة اللقطة، أنا قاعد دكة وخلاص النادي هيبيعني علشان مستواه وحش، هخلق مشكلة من اللا شيء، وهيطلع جمهور الزمالك يشتمني وجمهور الأهلي يطلع يرد وتقوم العركة، ويفضل كهربا موجود في النادي ويبقى مطلب جماهيري. ليه بقى؟ علشان كهربا الحراق اللي بيحرق الجمهور الزملكاوي. إمام عجبته القصة دي وكهربا قال له بص يا إمام، طول ما انت فاضي كورة وما عندكش حاجة اركب الترند. بس تقريبا نسي يقول له يهدي الدنيا شوية، لأن الولد ما بقاش حد قادر عليه،
خناقات تلاقي، مشاكل مع جماهير الزمالك تلاقي، مع لاعيبة الزمالك تلاقي، مع الناس في الشارع تلاقي، وحدث ولا حرج بقى من القضايا والمحاكم. إمام بقى بيروح المحاكم أكتر من تمرين النادي الأهلي، وخناقات بقى مع زمايله في الفريق، وآخر حاجة خناقته مع الشناوي وكولر. إمام عاشور دخل على كولر وهو متعصب وقال له: أنا عاوز أفهم أنا ليه ما لعبتش ماتش استاد أبيجان؟ فالشناوي كابتن الفريق لما سمع صوت عالي اتدخل وقال لإمام: وطي صوتك واتكلم كويس. إمام يسكت؟ لا، راح رد على الشناوي وقال له: أنت مالك؟ في مدرب هو اللي يرد. والله زي ما بقولك كده، قال له كده. هنا بقى كابتن محمد رمضان ما قدرش يمسك نفسه واتدخل وطلب من إمام عاشور يخرج بره أوضة اللبس. إمام يسمع الكلام بقى ويمشي؟ لا، رد على الكابتن محمد رمضان وقال له: معلش يا كابتن، أصل محدش هنا محامي المدرب، وكل واحد يتكلم في اللي يخصه. خدت الصدمة بقى. رد إمام يحسسك إن هو مش فاهم يعني إيه مدرب، ويعني إيه مدير كورة، ويعني إيه النادي الأهلي أصلا. المهم رامي ربيعة وعمرو السولية اتدخلوا علشان يهدوا الموقف شوية، وكابتن محمد رمضان ما كانش فيه رد فعل منه غير إنه قال لإمام: أسلوبك مرفوض، وإنت موقوف عن التدريبات، وفي عقوبة ضدك. وقد كان، ونزلت عليه عقوبة 1,000,000 جنيه، 1 و6 صفار. والله إمام يحمد ربنا إن كابتن سيد عبد الحفيظ ما كانش موجود، وطلع إمام اعتذر للجمهور وقال: أولا كل الاحترام والتقدير لزمايلي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني. كل اللي فات حلو، وقلنا الولد خلاص فعلا هيركز في الكورة. بس إمام في نفس البوست اللي اعتذر فيه قالك إيه بقى؟ متقبل للعقوبة، وده شيء طبيعي لأن الفرق بين هنا وأي حتة تانية كبير قوي. وطبعا الحتة دي معروفة، إمام بيلقح على جمهور الزمالك علشان جمهور الزمالك يشتمه، ويطلع جمهور الأهلي يرد ويدافع عنه. لو انت وصلت معايا لحد هنا، وزي ما قلت في بداية الفيديو، ما بني على باطل فهو باطل، وكان واضح جدا ان قصة انتقال إمام للأهلي متفق عليها ومتجهزة علشان يقفلوا حكاية الكوبري ميتلاند، وان الأهلي كان بعيد عن الموضوع من الأول وظهر في الآخر، على أساس ان الأهلي لما بيكون حاطط عينه على لاعب مش بيبقى مخطط للتعاقد معاه قبلها بفترة. ومن أول يوم لإعلان التعاقد مع إمام عاشور، في فئة كده من جمهور الأهلي حسوا إن في حاجة غلط في الموضوع، واللي هو أنت كنت بتكيد مرتضى منصور مثلا بالتعاقد مع إمام، ولا بتكسب كراهية جمهور الزمالك أكتر؟ في كلا الحالتين ده مش أسلوب ولا تفكير الأهلي في الإدارة، وأي حاجة بتتبني على تفكير غلط طبيعي تؤدي لنتائج غلط. وده اللي حصل مرة واتنين وتلاتة من أول ما حضر إمام عاشور للأهلي، اللي واضح جدا إنه عمره ما هيكون أهلاوي، ولا عنده حاجة اسمها انتماء غير لنفسه ولرصيده في البنك. عمرو السولية اللي عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، ولاعب راجل في الملعب ومحترم خارج الملعب، لا كان بتاع لقطة ولا بيهمه الشو وافتعال الأزمات. تقعده دكة يقعد وما يتكلمش ولا يفتح بقه. قفشة القاضية ممكن، اللي كان مستعد يعمل أي حاجة علشان يجي الأهلي، وبيلعب بروح وقلب وبيحترم الخصم ومش أناني، ولا كل شوية يتحرفن على الفاضي وتقعده دكة برضه ما يتكلمش. حسين الشحات وبيرسي تاو بيقعدوا دكة والدنيا بتمشي عادي، دي ناس بتحب الأهلي بجد. إنما إمام بيه عاشور باشا لازم يلعب أساسي على أي حد. وفي الآخر قول لنا رأيك في صفقة إمام عاشور في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد لحظة نشره. سلام.